ليه ما بنعملش عربية ونوفر على نفسنا بقى العملة الصعبة والحاجات دي؟ احنا نقدر نعمل عربيه في مصر، بس هو مصر فيه كام نقطه كده مهمين قوي. اول نقطه فيهم انك عشان تخش في مشروع انتاج عربيه محليه انت محتاج دعم حكومي كبير، مش بس دعم مادي، ده ممكن تجيبه من اي مكان عادي، لكن دعم ان المشروع يستمر، ما يطلعش اي قرارات في النص تبوظ الخلطه اللي احنا شغالين عليها. فالفكره في مصر ان المناخ الاستثماري متغير بشكل كبير جدا، بالذات في قطاع السيارات، عشان زي ما قلنا ان مصر بتتعامل مع العربيات ان هي سلعه ترفيهيه شويه. رفاهية وارد في اي وقت لو حصل اي ازمه من الازمات ان القطاع ما يبقاش شغال كويس، ما يبقاش فيه استيراد مكونات كويس، ما يبقاش فيه دعم للصناعه دي كويس. رقم اتنين، انك عشان تنتج عربيه بشكل محلي فانت محتاج قوه شرائيه محليه تشتري الانتاج بتاعك ده، تخدمه. لانك في الاول هتبدا بخبرات قليله، فالانتاج بتاعك ده ما اظنش ان هو هيتصدر، فانت محتاج ان السوق المحلي هو اللي ياكله. التطور الكبير جدا اللي حصل في صناعه السيارات الصينيه حصل بسبب ان السوق المحلي الصيني كان بياكل الانتاج بتاعهم كله. هنا في مصر ده مش موجود، حجم السوق حوالي 70,000 عربيه في السنه، 60,000 عربيه في السنه، وده رقم هزيل جدا.